هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. أعزائي المستمعون، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في ساعة جديدة من صوت المنتدى. في ساعة هذا المساء أعزائنا المستمعين نخصصها للاحتفال والاحتفاء بذكرى سبتمبر المجيد. هذه الذكرى التي تصادف يوم الاثنين القادم 1 من سبتمبر، وهي ذكرى انطلاقة الشرارة الأولى للثورة الإريترية. معي هنا في الاستديو الزميل صلاح الزين، ويرافقني لاحقا الزميل جمال عثمان حمد من ميلبورن لنحتفل معا. صلاح، مساء الخير وأهلا بك وأهلا بهذه المناسبة المجيدة. مساء النور لك زميلتي أمال، ومساء الخير والنور لمستمعينا في كل مكان وخاصة في الداخل. ونعم، هو اليوم الذي انطلقت أو أطلقت فيه الشرارة الأولى، هو يوم مجيد. هو اليوم الذي انطلقت منه هذه الشرارة من بندقية إريترية خالصة، بندقية ليست ذات سبقة دينية أو إثنية أو جهوية، كانت إريترية خالصة، فلذلك التفت الجماهير حولها وشهدنا ثورة إريترية وطنية على مدى 30 عاما، وتوجت بالاستقلال وتحرير الأرض. نعم، تحية لشهداء سبتمبر ولشهداء الثورة الإريترية جميعا. إذن صلاح، من أين سنبدأ في فقرات هذا المساء؟ سنبدأ بالأستاذ المناضل أحمد القيسي وكلمة بهذه المناسبة، ثم بعدها أعددت قراءة للمشهد قبل الفاتح من سبتمبر، وهو ما كان يجري من حراك في الساحة الإريترية في الداخل من أجل انطلاق الثورة أو من أجل إعلان الكفاح المسلح. نعم، وأيضا سيرافقنا لاحقا كما قلنا زميلنا جمال عثمان حمد من ميلبورن. سبتمبر
ونستمع الآن أعزائي المستمعين إلى كلمة الأستاذ أحمد القيسي مدير صوت المنتدى بهذه المناسبة. المقياس دائما على النتائج والحصيلة. حين نرى المشهد الآن نجد حجم الخسارة التي مني بها هذا الشعب. ما جرى من ممارسات طوال فترة الستينات بغض النظر عن الدوافع
كانت لها سلبيات مريرة على وحدة الهدف الوطني، وتلك خسارة. الحرب الأهلية التي أعلنتها جبهة التحرير الإريترية كانت جريمة. التصفيات التي جرت في كلا التنظيمين كانت جريمة. العجز والتعنت في وحدة الأداة التنظيمية بين التنظيمين جبهة التحرير الإريترية والجبهة الشعبية كانت جريمة. تصفية جبهة التحرير من خلال الحرب التي قامت بها الجبهة الشعبية كانت جريمة. تبديد إمكانيات الثورة البشرية والمادية في حروب متنوعة خارج إطار المواجهة الحقيقية كانت جريمة. التصفيات التي قامت بها الشعبية لبعض كوادر الجبهة كانت جريمة. الإقصاء تجاه الآخرين ممن كان لهم دورا في الثورة مع بداية التحرير كانت جريمة. استغلال السلطة في تصفية حسابات قديمة مع بداية التحرير كانت جريمة. وبعد الاستغلال ارتفع سقف الجرائم إلى الحد الذي لا يصدق، يجعلك تلعن الاستقلال والذي أتى بالاستقلال. لا نظام ولا دستور ولا قانون. الزج بالآلاف إلى السجون والمعتقلات، اغتيالات بلا حساب، إقصاء بلا حساب وبدون اعتبار، استنزاف مريع لإمكانيات بلد فقير في كل شيء، استنزاف قدراته البشرية وقدراته الاقتصادية، عداوات غير مبررة أدت إلى عزلة تامة لبلد ناشئ، القضاء شبه التام بكل من كان له دور في التجربة السابقة كعملية قضاء مبرم للماضي، وذلك من خلال تصفية مقصودة للقيادات السابقة. الإصرار بالسير بنهج مضر للوحدة الوطنية مما يضع مصير البلاد في كف عفريت. وفي الجانب الآخر معارضة عاجزة بصورة تامة سوى في توحيد صفوفها أو في رسم استراتيجية نابعة من الواقع الحقيقي للبلاد والشعب. إثيوبيا البلد ذو التأثير المباشر والمؤثر وحساباتها المستقبلية، وحاليا ها هي تدق طبول الحرب والانتقام. هذا هو الواقع إذا أردنا أن نستذكر بواقعية عن ما آلت إليه أحوالنا. هذه المناسبة يجب أن تكون وقفة حقيقية مع الذات وبضمير حي وبمسؤولية أمام الله والشعب وبأمانة لأرواح مئات الآلاف من الشهداء الذين ماتوا بحق في مواجهة معارك الكرامة والعز، والذين ماتوا باطلا في حروب حمقاء لنظام أحمق، والذين يموتون بشكل يومي في هروبهم الكبير في مختلف أركان هذا العالم، والذين يتعذبون في قياهب سجون ومعتقلات في طول البلاد وعرضها، واللاهثون في الطوابير الطويلة بحثا عن قطعة خبز لأبنائهم. نقول بصوت عال: لقد فشلنا. لا مخرج من خلال أطنان الأوراق المليئة بالتحليلات واللعنات والمهرجانات والأغاني. هذا الموت المجاني الذي نراه بشكل يومي يجب أن يتحول إلى موت ذو معنى إن كنا نبحث عن حياة كريمة. كنا نستمع إلى كلمة الأستاذ أحمد القيسي، وبحق هي كلمة مهمة تستحق الوقفة، تستحق التأمل، ليس لنكأ الجروح ولكن للاعتبار والاستفادة من أخطائنا في الماضي. بالفعل صلاح، دائما هذه مناسبات تساعد على الوقوف على الماضي لأخذ العبر منه والاستمرار نحو انتقال إلى خطوات أكثر عملية في سبيل تحقيق حياة كريمة للشعب الإريتري. نستمع أيضا إلى ما أعددته لنا أنت صلاح بهذه المناسبة العظيمة، ذكرى الفاتح من سبتمبر. نستمع معا.
سنة الأمراء شباب قابات بالعدو يفقرن الحرورات. وفيما يلي نقتبس من لقاء صحفي أجري في إبريل من عام 1989 مع المناضل الراحل الأستاذ محمود محمد صالح، والذي يذكر فيه حيثيات لقائه بالقائد حامد إدريس عواتي قبل إعلان الكفاح المسلح، ويذكر فيه أيضا بأن حركة تحرير إريتريا قد ناقشت أمر الاتصال بعواتي في مؤتمرها السري الذي عقدته بمدينة أسمرة في مطلع عام 61 و900 وألف، حيث أرسل من يقوم بذلك فورا بعد انفضاض المؤتمر بواسطة لجنة علي قدر التابعة للحركة. كان عواتي رجلا حصيفا، فأكد أن له الرغبة في التحرك إذا أعدت الأمور إعدادا محكما، وشجع كل من أتى إليه بأن يمضي قدما في تنفيذ ما يراه مجديا حسب إمكاناته والوسائل المتاحة له، وطلب عواتي من الوفد بأن يعود إليه فقط بعد أن يكون كل شيء جاهزا. لم يكن يرغب في سماع ما يود أحدهم أن يفعله، إنما كان يفضل الاستماع إلى ما اتفق عليه من معان فعلية لبدء العمل. وفي ذات السياق يتحدث الأستاذ محمود عن الفترة التي سبقت لقائه بعواتي وعن وفود اللجنة العسكرية بكسلة التي كانت تجيء إلى إريتريا وتذهب، وذلك في سعي دؤوب للحصول على أسلحة، وهي لجنة عسكرية مكونة من المجندين الإريتريين في الجيش السوداني. وبناء على هذه المعطيات التي تشير إلى أن الأجواء أصبحت مواتية لإعلان الكفاح المسلح، فقد اتفقنا، والكلام للأستاذ محمود، على عقد اجتماع يضم شخصيات مهمة، فأرسلنا الدعوات إلى الشيخ محمد والشيخ سليمان نجلي الشيخ داود بن سيدنا مصطفى وحامد إدريس عواتي لحضور اجتماع خاص يعقد بمدينة أغردات. وفي الوقت المتفق عليه حضر عواتي، وكذلك حضر الشيخ سليمان بن داود، وأوكل شقيقه الشيخ محمد بن داود خليفة أبو بكر للحضور نيابة عنه. افتتحت الاجتماع باستعراض للموقف العام لوضع المجتمعين في صورة الحراك السياسي في الساحة على هذا النحو: الكل يتحرك للحصول على أسلحة، ومن المفترض أن يتحقق ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة. أغلب المجندين الإريتريين في الجيش السوداني قد أعدوا أنفسهم للانخراط في الكفاح المسلح، ومع أننا لسنا عسكريين إلا أننا نقوم بكل ما يتطلب منا الموقف القيام به، ولكن في حالة وصول أسلحة فنحن لا ندري ماذا نفعل بها وكيف نخزنها بالطريقة المثلى. لم يتحدث الشيخ سليمان كثيرا في هذا الاجتماع، أما محمد يوسف أحد أعضاء اللجنة المحلية لأغردات فقد كان شابا متحمسا كثير النشاط، تحدث بحرقة عن وجوب محاربة الإثيوبيين، فقال له عواتي: إننا نحتاجك أكثر في المدن لتنظيم الشعب والعمال. ثم بدأ عواتي يعقب على التنوير الذي قدمته في مستهل الاجتماع قائلا: إذا كان الأمر كذلك فإنه يبدو أن هنالك جدية حقيقية لفعل شيء ما، وإذا كنت على ثقة بأن السلاح سوف يصل خلال مدة وجيزة فهذه نقطة البداية لإعلان ثورتنا. وأضاف عواتي: إن إعداد مستودعات للأسلحة في الجبال أو في غيرها من الأماكن أمر لا جدوى منه وغير عملي، فإن الشيء الوحيد الذي يمكن فعله هو فقط عليك أن تخبرني بكمية الأسلحة وأنواعها قبل وصولها إلى الحدود، والطرق التي ستسلكها، والنقطة الحدودية المتجهة إليها، والترتيبات الباقية سوف تكون من مسؤوليتي. كما أنه من المهم جدا أن تخبرني عن نوعية السلاح القادم مسبقا، لدي رجال خبراء في استعمال جميع أنواع الأسلحة، وبناء على نوع السلاح المتوفر سوف أحضر الرجال القادرين على استخدامه. ثم أخبرنا عواتي قائلا: عند رجوعي من هنا سوف أجهز مجموعة صغيرة من رجالي لجلب رجال كل واحد منهم قادر على اختيار وجمع أي عدد من الناس عندما تطلب منه ذلك. كان عواتي على علم بأن السلطات الإثيوبية تراقبه حينما حضر إلى ذلك الاجتماع، وقد كلفت شخصا لمرافقته ومراقبته، وكان يزعم أنه من أصدقاء عواتي، ومع ذلك يتجسس عليه لصالح الإثيوبيين، حيث رافق عواتي طوال اليوم من 7 صباحا حتى 7 مساء،
إلا أن عواتي تمكن من الحضور إلى الاجتماع ليلا بعد أن أوى إلى فراشه وأوهم مرافقه بأنه قد نام، فانصرف المرافق مطمئنا نفسه بأن عواتي تمكن منه النوم، ولكن عواتي نهض بعد تأكده من أن مرافقه قد ولى يتسلل إلى حيث مقر الاجتماع. لم يكن شيخ محمد بن داود شخصية عادية، بل كان صاحب فكر ورؤى سياسية ثاقبة، وقد بدأ اهتماماته ونشاطاته السياسية مبكرا. ففي العام 1958 وقبل ظهور الحركة أبدى الشيخ محمد معارضته لممارسات الإثيوبيين، وكان لكلامه واقع خاص وصدى عند الناس، وأغلب سكان هذه المنطقة يدينون له بالولاء. وفي نفس الوقت وعلى الرغم من أنه من عائلة ذات زعامة دينية، إلا أنه لم يكن ينظر إلى المسألة الوطنية من زاوية دينية، بل يعامل المسلمين والمسيحيين سواسية في هذا الأمر. إضافة لتحركاته السابقة، ضاعف الشيخ محمد نشاطه السياسي بقوة وسرية بعد ذلك الاجتماع لإعداد الجماهير لساعة الصفر، وهو يعد العدة وينشئ شبكة محكمة من خلايا العمل. أيقن أن الأسلحة سوف تصل وأن عواتي سوف يشارك في الكفاح المسلح. عندما رجع حامد عواتي بعد ذلك الاجتماع، أرسل أولى مجموعاته والمكونة من 7 أشخاص إلى القاش، وفي غضون أسبوع وصل تقريرا من النقيب عبد القادر بمدينة تسني إلى رئاسة الشرطة في غردات مفاده أن عواتي بعد عودته من زيارة غردات أرسل مجموعة من الشفتة إلى القاش. بناء عليه قررت رئاسة الشرطة بغردات إرسال لجنة للتحقيق مع عواتي والتحري عن القضية، وقد تكونت هذه اللجنة من شخصيات رفيعة المستوى شملت عمر حسن نور المسؤول الكبير في الإدارة الحكومية، والذي أصبح فيما بعد موظفا كبيرا في الهيئة القضائية بأسمرة. رفض عواتي مقابلة اللجنة وخرج من قريته قبيل وصولهم إليها، وأرسل من يبلغهم بأنه ليس لديه وقت لملاقاتهم، فعادوا إلى غردات. أدرك عواتي أن الحكومة تتعقبه، فلذلك ظل في قريته حذرا يقضي فيها نهاره ويخرج للمبيت خارجها. فقررت الحكومة بناء على تقرير لجنة التحري إلقاء القبض على عواتي. على الفور تم إبلاغ عواتي بذلك القرار، فما كان منه إلا أن لحق برجاله وأصحابه في المجموع. خضر لدمك الزرع وين يبا قل وين رد خضر لدمك الزرع الجلا بالك ما ينع سره لكم الزرع حامد لود عواد تاريخ النحا دبتو حاضر لك ناس أثروا وللسر لمعيتو لا لا وكربين وبقدام فارسودات أبع شراء وكربين وبقدام فارسودات لك أسست ثورتنا سالف والجود بابات خضراء أم الكريم وتحجر جنح الرال خضراء كبوت
حرير أبريش دي بودن عم برا صوت المنتدى. أرحب بكم مجددا أعزائي المستمعين في هذه الساعة من صوت المنتدى، والتي كما قلنا لكم نخصصها للاحتفاء والاحتفال بذكرى سبتمبر المجيد. معي اليوم ومباشرة من ملبورن الزميل الأستاذ الصحفي جمال عثمان حمد مدير مركز عدوليس، ويرافقني في احتفالنا بهذه المناسبة المجيدة. أهلا بك جمال. مرحب بك أستاذ أمال، ومرحب بالمستمع الكريم في كل مكان، وأقول كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة والشعب الإريتري بألف خير، وكل سنة وبالضرورة أن نحتفل، لأنه عندنا ما نحتفل به، وعندنا ما نحتفل من أجله، وعندنا ما يمكن أن نفخر به، نكاية بكل الذين يريدون غير ذلك. وليليت مرر كده يفهم ولا تعقى ولا تقطع بديت سنك شمايتو ليلنا لدد أبن لتلقم من السال قردد ملالك شونن كاتم تطلق رودن كادد سيف ساقتنا لبو ساقو لدد عددو مين أمر انت مني تعدل اردتهم كلو العستر مني تقدد ننسك ونفتح ولا دهم ودب للي ننسك ونفتح ودهم ودب للي شربنا وقول بابا بكر وعلي مدول حتى قبنا وارد بنا ومعلي. إنها ذكرى سبتمبر المجيد، انطلاقة الثورة الإريترية، انطلاقة الشرارة الأولى، شرارة الحق في وجه العدو الغاصب، حينها بمجموعة من المناضلين البسطاء الشرفاء الأنقياء، وعلى رأسهم القائد البطل الشهيد حامد إدريس عواتي، وبأبسط وسائل القتال حينها جمال. نعم، الثورة الإريترية واحدة من الثورات المحيرة فعلا، يعني كيفية بدايتها واستمرارها في ظروف دولية وإقليمية وداخلية معقدة، ومن قام بها يعني من البشر، هذه يعني مسألة معقدة جدا، وتحتاج للإجابة أو يحتاج الباحث للإجابة حولها من خلال استقراء عميق لتلك البداية. أنا أتذكر هنا في السبعينات لما زار الشاعر المصري الكبير الأبنودي إريتريا، الساحل الإريتري الوقت ذاك، وجراجع فقالوا له أو في سياق تعريفه للمستحيل قال المستحيل استمرار الثورة في إريتريا، والمستحيل أيضا عيون ألم. هي واحدة من المناضلات. يعني في ظل ما يسمى بالمستحيل في اللغة وفي الاصطلاح، استمرت الثورة ونجحت وانتصر الشعب. هذه 30 سنة ما هي مجرد معارك وانتصارات عسكرية وسياسية، هي مجموعة من الآلام والآمال، يعني تحتاج فعلا إلى وقفة
لا زال العالم لم ينتبه إليها حتى الآن يعني. بالتأكيد، وخاصة إذا ما رجعنا إلى بدايات الثورة الإريترية وهؤلاء المناضلين الذين يعني تخلوا عن كل شيء وجازفوا بكل شيء، يعني بأسرهم بحياتهم، وهم لا يدركون يعني وقتها يعني إلى أين سيسيرون. كل ما كانوا يؤمنون به هم يريدون الخلاص وخلاص الشعب. لم يستطيعوا أن يتحملوا الظلم، أن يتحملوا رؤية هذا الشعب يظلم من قبل عدو غاشم. ووقتها إثيوبيا كانت يعني قوى عسكرية لها يعني تفوق بندقية أبو عشرة يعني التي كان يحملها الشرفاء حينها. فيعني عودة إلى هذا التاريخ، واليوم نرى أنه يعني حتى هؤلاء لم يكرموا من قبل الحكومة الإريترية بعد التحرير. وأنا أتذكر هذا الشيء، يعني يخطر ببالي أننا عندما نحتفل بذكرى الفاتح من سبتمبر يعني هناك غصة في القلب كما يقال، لأننا لم نكرم هؤلاء الشرفاء الذين أطلقوا الشرارة الأولى للثورة الإريترية. نعم. شوفي، في مفتاحين مهمين جدا في قراءة وقائع 30 سنة يعني الفاتوا. نعم. المفتاحين المهمين جدا واللي لم يتم استخدامهم حتى الآن هو الدور الكبير للمناضلين البسطاء العاديين الذين خاضوا معارك بدمائهم، والإبداع الشعبي اليومي في كل مكان في الداخل وفي خارج إريتريا. الحاجتين ديل أو المفتاحين ديل هم اللي تكاملوا لصناعة يعني هذه الأسطورة. يعني مناضل بسيط قروي عنده إيمان قوي بما يفعل ويناضل بكل ما يملك وهي حياته يعني. ويخوض معارك وإبداع عسكري، يعني إبداع عسكري حقيقي بكل ما تعنيه هذه الكلمة من الإبداع، من معنى يعني إبداع عسكري حقيقي. نعم. وشعب أيضا بسيط بيستخدم وسائل وتقنيات عدة من أجل جمع الاشتراكات، من أجل قيام الاجتماعات، من أجل التواصل فيما بينه في السودان أو داخل إريتريا، ومن أجل التواصل بينه وبين ثورته. شوفي هذه الأهمية قرية يعني في قرية صغيرة نائية في إريتريا ما تفعله اللجنة أو ما يسمى باللجنة، وهي الرابط بين الناس العاديين في القرية وبين الثورة. وبنفس المقدار خلية طلابية صغيرة في داخلية من الداخليات الحدود تجتمع بالليل لتؤكد حضورها اليومي، لم تقلل من شأنها هي. ولكن تجتمع بالشكل الدوري وتلتقي وبتعرف هي بتعمل في ايه. هذا الإبداع الجماهيري المتلاحم مع إبداع المقاتل الإريتري الحامل السلاح هو الذي صنع الثورة. للأسف الشديد يعني الاثنين دي لم يتم تكريمهم. يعني دعك من تكريم يعني الدفعة الأولى من المناضلين أو الرواد، يعني الشعب الإريتري بمجمله لم يكرم له طبعا الحكومة الإريترية، ومسحت به بهذا التعبير الشعب البسيط ومسحت به الأرض يعني. وأساءت وبإصرار، يعني أساءت له وبإصرار، بدءا من الإساءة لرموزه الوطنية والنضالية والدينية والاجتماعية، وانتهاء بكل ما يمثله لإنسانيته يعني. نعم فهم أساءوا للأسف يعني. ماذا تنتظرين منهم يعني؟ بالتأكيد، ولكن هناك يوم سيأتي حين يكرم الشعب الإريتري بإرادة أبنائه، يعني كما خرج جيل الرواد الأوائل من المناضلين والشرفاء. يعني هذا الشعب دائما ينتج أبطال وينتج شرفاء وينتج يعني أناس حريصين على مصلحته، على أن
تستعاد كرامته. سنرى هذا اليوم بالتأكيد، وسنحتفل بسبتمبر بشكل أفضل، ويعني يكون في مقام الحدث والمناسبة هذه. فاصل جمال ونعود معا إلى الاحتفاء بهذه الذكرى العظيمة، ذكرى الفاتح من سبتمبر. عواتي جاء يحمل أكاليل الورد لنا بأوقات، عواتي جاء فليل العبرات السود قد مات، وسقطت أصنام وشعارات، تنتصر روح وترتفع رايات. جاء الرمح الأسمر لهيبا يمزق وجه الأعداء، جاء الوعد الأخضر يبعث فينا الأشياء، يشق في ظلمة الليل طريقا، يكون للمدفع والأعاصير صديقا. جاء يدك حصون الفوضى، جاء لينهي أحياء الموت. عواتي عواتي جئت هتافا ضد الأمس، تصنع حاضرا يسقط أمس، واعدا تمسك بكفيك الشمس. كنت شعاعا وكنت السحر، أنت الشيء وأنت الرائد وأنت الدم، أنت الأب وأنت القائد. شعبك قام فثار وهو عائد. قسما سنمضي نترسم درب خطاك، ونعيش أبدا نجدد ذكراك. تبعث حيا في الأرض قتل السماء، نهتف ونقول جاء عواتي وعواتي جديد. أرحب بك مجددا زميلي جمال عثمان حمد من ميلبورن، مدير موقع أدوليس، ونحتفل معا ونحتفي بذكرى سبتمبر. إذا عدنا قليلا إلى تاريخ الثورة الإريترية وإلى الرعيل الأول، جمال، هذا الرعيل الذي كما قلت سابقا لم يكرم بالقدر، من بقى منه على قيد الحياة ولم يكرم بالمعنى الذي يعني يستحق. وأيضا لم حتى هناك في يعني تاريخ ثورة وتاريخ شعب وتاريخ نضال لا يدرس حتى في المدارس كأدنى حد من التكريم والوفاء لهؤلاء الأبطال. القاعدة الأساسية التي بنى عليها الشعب الإريتري أسطورة ثورته ونضاله هي عدد قليل من الناس ببنادق معروفة في تلك الفترة، وتصميم وإرادة قوية. يعني هذه المجموعة العسكرية القليلة بقيادة الشهيد البطل حامد إدريس عواتي، رمز ثورتنا وكفاحنا المسلح، من البداية وضعت أسس، أعتقد هي أسس يعني صحيحة في 3 أشياء. أولا في علاقات ببعض، في إنه كيف يعني يتحركوا، كيف يقسموا، وكيف يتلقوا الأوامر، كيف يتم تنفيذها. نعم. وثانيا في علاقتهم بالمحيط العايشينه اللي هو مع السكان، وعدم المساس بأمن السكان. أقصد ليس منهم طبعا، لكن من العدو الإثيوبي أو من الجيش الإثيوبي، يعني تجنيبهم الضرر. بالضبط. وعلاقتهم أيضا بالمنطلق اللي هي السودان. لو فصلنا قليلا، مثلا نظموا أنفسهم على شكل
أصغر وحدة عسكرية اللي هي المجموعة تتحرك في نطاق محدود. كيفية الجمع، طبعا ما في وسائل اتصال، ما في أي حاجة، لكن كيفية الجمع، كيفية التلاقي، رفع التقارير، هذه كانت بشكل محكم وعسكري جيد. حامد إدريس عواد بخلفيته العسكرية المتينة وبذكائه الكبير، والقادمين من الجيش السوداني، والقادمين أيضا اللي تركوا سلك الشرطة الإريترية الوقت ذاك، الشرطة الفيدرالية الإريترية، والتحقوا بالثورة. ثانيا مع المحيط، يعني نظموا القرى، في كل قرية لجنة، هذه اللجنة هي المسؤولة مباشرة أمام المسؤول العسكري الموجود في المنطقة، فقط العلاقة ما بين رئيس الوحدة العسكرية الموجودة ورئيس اللجنة، لا احتكاك ما بين الجنود والمواطنين. الوحدة العسكرية بتبعد حوالي كيلو متر تقريبا أو أقل، وترتكز هناك، ثم ترسل المندوبة من بعيد يجي رئيس اللجنة، ثم يتم التفاهم على العدد، المطلوبات شنو، ويرجع. يعني إذن ده أيضا شكل. أيضا الدخول للسودان ممنوع حمل السلاح تداخل السودان، ممنوع لبس الكاكي. أعتقد يعني 3 أشياء كانت مهمة جدا في علاقتهم ما بين أنفسهم، وعلاقتهم مع السكان المحليين، وعلاقتهم بالسودان كمنطلق. هذه القواعد ال3 أعتقد يعني هي المرتكزات الأساسية اللي بنت عليها أسطورة الثورة الإريترية. هؤلاء الرجال البسطاء يعني قدرات، يعني هم بالأساس قرويين، يعني ناس جو من القرى والتحقوا بالجيش السوداني وكذا، شبه أميين أو أميين، لكن كانوا بيحملوا آمال، كانوا يحسوا إنهم يحملوا آمال شعب كامل على ظهورهم. وهذا الإحساس كان يعني يفترض أن يتم ترجمته على الأرض الواقع بشكل يومي من خلال عدد من الخطوات اللي ذكرنا جزء منها، وحسيذكر التاريخ جزء آخر. هؤلاء الرجال البسطاء أعتقد هم صناع التاريخ، وإن لم يذكرهم التاريخ حتى الآن بما يليق. يعني ثورتنا نحن نفتخر أن قامت على أكتاف هؤلاء النفر البسيط من شعبنا يعني. ويعني أذكر أنا أيضا جمال بهذه المناسبة أنني التقيت، يعني كان لي شرف اللقاء مع الرعيل الأول في أسمرة في زيارتهم الأولى والأخيرة للأسف، عندما حضروا، والتقيت بالمناضل المرحوم كلباي، أبو شنب، كل هؤلاء الذين حضروا إلى أسمرة وتحدثنا معهم، وكانوا يعني ما زالوا يحملون الأمل رغم كل ما حدث في تاريخ الثورة الإريترية من إحباطات ومن انتصارات ومن كل ما مروا به وعاصروه في حتى ذلك الوقت. كانوا يعني قادمين وهم يحملون الأمل بحياة كريمة في إريتريا، وكانوا يتحدثون عن تاريخهم ببساطة، يعني وكأنهم لم يفعلوا شيء، وكأنهم لم يقودوا ثورة شعب بكامله. يعني هذا التواضع مقابل الجبروت الذي يعني مارسه النظام بعد ذلك، يعني من الأشياء التي يعني تجعل الإنسان يعني يقف عند حقيقة أن من يؤمن بقضيته بوطنه هو أكثر التصاقا بقضايا الجماهير، وأكثر تواضعا، وأكثر يعني عمقا، وأكثر وفاء لها، يعني حتى وإن لم يطمح إلى أن يكون ممجدا أو مخلدا فيها. هي من المفارقات، يعني من المفارقات العجيبة. دعك من التكريم، هؤلاء الناس لم يطلبوا تكريم، لم يطلبوا من أحد، كانوا متطوعين ولم يطلبوا لا تكريم ولا فلوس ولا ادعاء في الحياة ولا أي شيء. أن يكون ما بين المعتقلين الآن، يعني ودي يعني إساءة لنا جميعا. يعني واحد من الرواد الأوائل اللي هو، أو عدد من الرواد الأوائل مثلا محمود ديناي، يعني الله يعني يمد في عمره. محمود ديناي لما دخل السجن عمره في السبعينات من العمر، يعني ده واحد من المنظمين الأوائل. في محمد ريس أبو عجاج واحد من الرواد. في محمد عثمان داير واحد من الرواد.
للأسف. الآن نسمع خبر غير مؤكد بوفاة كرار أحمد النور، وهو واحد من الرواد، ولا ندري يعني ومن بقي أيضا ومن بقي في المنفى، يعني في أرض اللجوء في السودان، يعني يكابد مشقة العيش حتى الآن. نعم، يعني للأسف إساءة لشعبنا. يعني هؤلاء الناس يعني زي محمود جناي بهذا العمر لما يكون في المعتقل أكثر من 10 سنوات، نعم. وما معت محله وين، أو محمد ريس أبو عجاج، أو محمد عثمان داير، يعني هي إساءة يعني بالتأكيد. عمره هو وأسرته للثورة الإريترية، فدي إساءة. فدعك من التكريم. هو يعني مصر إنه، يعني النظام مصر إنه يسيء لرموزنا الوطنية ومناضلين الأوائل يعني. نعم. وقفة وعودة إلى الزميل صلاح الزين جمال، ونتابع هذه الحلقة المخصصة للاحتفاء بسبتمبر المجيد. إذن أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم في ساعة المنتدى، ونحن نحتفل بذكرى سبتمبر المجيد. ومعي الأخ جمال عثمان محمد من ميلبورن. جمال، أيضا في تاريخ الثورة الإريترية، يعني في المراحل التي لحقت بعد انطلاقة الثورة الإريترية وانضمام الكثير من أبناء الشعب وكذا، في مواجهة عدو شرس، العدو الإثيوبي الذي لم يترك وسيلة إلا ومارسها لقمع هذا الشعب، من إحراق قرى، من اعتقالات، من أسر، من تعذيب. واجهته بالمقابل مقاومة صلبة وواعية وقوية في إرادة المقاتلين. هذه الفترة من عمليات فدائية، من مواجهات عسكرية مباشرة عبر جبال ووديان، ويعني ظروف نضالية قاسية جدا. هذا الإبداع الذي تحدثت عنه، كيف نتكلم عنه أكثر اليوم في هذه المناسبة المجيدة؟ أنا تعرفي يعني تثير انتباهي يعني عدد من الحاجات. نعم. في تاريخ الثورة الإريترية. مثلا الكلام اللي قلته في البداية إنه يعني القاعدتين، قاعدة الإبداع الشعبي في دعم الثورة ومناصرتها وتقديم العون لها، والقاعدة الثانية الإبداع العسكري للمقاتلين. يعني هؤلاء الناس العاديين حاملين السلاح أبدعوا على الأرض يعني، وسطروا ملاحم هي كبيرة. هذه الملاحم اللي يقرأ تاريخ الثورة الإريترية، ويعني بالذات في الفترة ما بين 69 70 71 72 73 74، اللي هي فترة الانقسامات والصدام المسلح، ما يسمى بين قوسين الحرب الأهلية وكذا. هذه المسألة مفروض تبقى عامل إحباط للمقاتل. نعم. تحبطه ويعني وتخليه يضع الموضوع بتاع النضال الإريتري كله أمام سؤال. أبدا هذه المرحلة بكل تعقيداتها وبكل مشاكلها والانقسامات اللي كان فيها والصدام المسلح بين المقاتلين أنفسهم، لكن ده ما أحبط ولم يكسر شوكة المقاتل الإريتري. نعم. لو عملنا رصد في تلك الفترة للعمليات العسكرية، سواء كانت المواجهة في الميدان أو عمليات فدائية داخل المدن أو عمليات ذات الطبيعة النوعية، سواء كان من قوات التحرير الشعبية أو من جبهة التحرير الإريترية، سنجد ما تتناسب أبدا وحجم المشكلات اللي تعاني منها الثورة الإريترية. ودي واحدة من أسرار استمرار الثورة. للأسف الشديد يا أمال، ما يسمى بالمثقفين، وأنا ما داري أقلل من شأنهم، لكن المثقفين التنويريين أحيانا يحبطوا سريع ويتراجعوا، وده ما حصل في تجربة جبهة التحرير الإريترية. نعم. وفي جبهة التحرير عندما انهزمت الجبهة ودخلت الأراضي السودانية، العديد من المثقفين أو ما يسمى بالمثقفين والمثقفين الثوريين بالتعبير بتاع اليوم ده بتاع تلك الفترة، نعم، خلوا الناس في الميدان ومشوا أوروبا والمشى مكان آخر. أما المقاتل العادي فهذه الإشكالات لم تهزمه ولم تكسره،
ودي مسألة يعني في غاية الأهمية. ثانيا، الصراع ده ما أثر في سطوة المناضلين الإريتريين في المدن، خاصة في العاصمة أسمرة، أو ما كان يسمى في الفترة دي كالفدائيين في العاصمة أسمرة. نعم الفدائيين كانوا يعرفوا بعض، ناس قوات التحرير الشعبية وناس جبهة التحرير الإريترية. نعم لم يصطدموا داخل المدينة، لم يعرقلوا يعني أعمال بعض، لم يوقعوا أيضا ببعض. يمكن يكون في شوية احتكاكات بسيطة، لكن ظل العمل الفدائي داخل المدن أو مستمرة. المجموعات داخل أسمرة أو المجموعات المحيطة بالمدن أيضا استمرت في إبداع. هذا أيضا أعتقد يعني يسترعي الانتباه نعم والتوثيق. لماذا هذه الخاصية يعني للمقاتل الإريتري؟ والمشكلات السياسية والانقسامات لم تكسر أمام المواجهة، أو لم تحد من قدراته في مواجهة العدو الأثيوبي والجيش الثاني الأثيوبي اللي هو أقوى الجيوش في تلك الفترة أفريقيا يعني. وهنا كما قلت جمال، يعني نحيي هؤلاء المقاتلين الأبطال، وما زالت نماذجهم كثيرة كما قلت لك، يعني وهم مرتبطون بالقضايا الحقيقية. يعني لا يمكن أن تلوث مفاهيم معينة أو اتجاهات معينة، فكرتهم عن الارتباط بالوطن والدفاع عنه أينما كانوا، يعني أينما وجدوا. نعم. يعني قبل ما نفوت هذه النقطة أحب أسجل يعني بإعجاب شديد الدور المهم اللي لعبته المرأة الإريترية بالتأكيد. في الثورة الإريترية. بالتأكيد. وللأسف الشديد أيضا، وهذا شيء يعني مؤلم، إنه الجبهة الشعبية اللي شكلت المرأة حسب تقارير هي 35% من الجنود حاملي السلاح من الفتيات والنساء، حولتهم إلى خدم. نعم. وتخلصت منهم بهذا الشكل المريع. نعم. وحقيقة للأسف وده ما يستحق يعني نضالات المرأة. نضالات المرأة في إريتريا بدءا من الرواد أو الرائدات الأوائل، حاملات أسرار الثورة، حاملات يعني حاملات المناشير، وفي الفترة دي قوسي هذه الكلمة، مناشير والأدبيات بتاع الثورة اللي كانوا يتحركوا بها بين المدن ويتحركوا بها داخل المدن السودانية، اللي كانوا متفرغات لرعاية الجرحى في مدينة كسلا، كانوا متفرغات لجمع التبرعات والأموال والملابس العسكرية، وأيضا داخل المدن جمال، يعني الأمهات اللواتي كنا يأوين المقاتلين، يعني يعني يخبئن الأسلحة ويخبئن المقاتلين في منازلهن، يعني مخاطرات بحياتهن. المرأة الإريترية كما قلت لم توفى حقها إلى الآن. هناك أيضا غصة أخرى تجاه نضالات المرأة الإريترية، لم تكرم ولم تقدر، لا في للأسف أقولها بصراحة، لا في جبهة التحرير ولا في الجبهة الشعبية ولا في ظل الحكومة الإريترية حتى الآن. أنا ما بحمل الجبهة الشعبية لوحدها كتنظيم نعم. سياسي، ولا يعني حتى الثورة الإريترية ككل بالتأكيد لهذا الجانب، لأنه نحن في تجربة جبهة التحرير الإريترية من يدرس نضالات المرأة بيلقى يعني إبداع نسوي حقيقي لم يكتب عنه ولا سطر واحد حتى الآن، يعني وده شيء مؤسف يعني وحتى ترى رغم أنها يعني شاركت في حمل السلاح وفي المعارك وفي العمل التنظيمي وإلى آخره، إلا أن تمثيلها ضعيف جدا مقارنة بمشاركة المرأة. يعني أين هن النساء الأريتريات القويات الواعيات؟ وتجد نماذج كثيرة تقابلها في الحياة اليومية، سواء داخل إريتريا أو في معسكرات اللجوء، في المهاجر، في أماكن كثيرة، ولكن ما زال صوت المرأة الإريترية إن لم نقل مكبوتا منخفضا يعني بشكل مؤسف يعني. طبعا، لأنه المقاومة نفسها، المقاومة الخارجية، خلينا نقول المقاومة الخارجية حتى الآن هي نفسها في وضع لا يؤهلها
لا باستقطاب يعني كل شرائح المجتمع الإريتري، ولا باستقطاب المناضلات والمناضلين بالشكل الحقيقي، لأنه هي نفسها مشغولة بأشياء لا نستطيع الآن الخوض فيها. نعم. عموما يعني أبسط مقارنة بين يعني مشاركة كل شرائح المجتمع الإريتري بما فيها المرأة في الثورة الإريترية والآن، نجد النتيجة نتيجة للأسف نتيجة صفرية يعني. نعم نعم نعم. إذا نحيي أنا وأنت من هذا المنبر اليوم المرأة الإريترية المقاتلة، الأم المناضلة، رفيقة السلاح، اللاجئة التي تناضل أيضا لحفظ يعني تاريخ هذا الشعب، بحفظها لأبنائها، بمقاومة كل ظروف القهر التي تعاني منها المرأة الإريترية داخل إريتريا، داخل السجون، المرأة المسيسة، المرأة العاملة، يعني في كل مجال المرأة الإريترية بشكل عام. نعم. إذا في ختام ساعة المنتدى والتي خصصناها للاحتفاء بذكرى سبتمبر المجيد، أشكر لك جمال عثمان حمد مرافقتك لنا في هذه الساعة، ومرة أخرى كل عام والشعب الإريتري بخير. مرة أخرى سيدتي، كل سنة والشعب الإريتري بخير من أجل الجميع وللجميع، نكاية بهم، نكاية من يريد كنس تاريخنا وإذلالنا. يجب أن نحتفل في كل مكان بكل الوسائل المتاحة، بالكلمة، بالصوت، باللحن، بكل شيء يجب أن نحتفل. ونحن عندنا ما نحتفل به، وعندنا الكثير اللي نحتفل من أجله وبه، وتاريخنا مجيد. هي كبوة قطعا يعني حنتجاوز إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا تحية جميل لك وتحية للمستمعين الكرام. تحياتي، شكرا لك. سميتا من تلاقي ليلة ولا سميتا من تلاقي ليلة من كل أكان بتقسو كل عقوبة مثيلة كل قدور حليبة كم سرشاكت وعيلة مثيلة من تلاقي ليلة ولا سميتا من تلاقي ليلة ولا سميتا من تلاقي ليلة أكان بتقسو كل عقوبة مثيلة كل قدور حليبة كم سرشاكت وعيلة مثيلة من تلاقي ليلة بعواتي أكامر واتوحضر ومحجر وحرميت منطقة طوم لبطر أزيمة منطقة طوم لبطر. صوت المنتدى. وإلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى ختام هذه الساعة من صوت المنتدى، والتي احتفلنا بها بذكرى سبتمبر، والتي رافقني فيها الزميل جمال عثمان حمد وله الشكر. أعود إليك زميلي صلاح في ختام هذه الساعة لنقول معا تحية للشعب الإريتري وتحية للفاتح من سبتمبر، والنصر دائما للحق وللعدالة بإذن الله. نعم آمال، نختم هذه الحلقة وهذه الساعة وكلنا أمل بأن يكون احتفاؤنا بالفاتح من سبتمبر في ساحة الفاتح من سبتمبر بأسمرة في العام القادم. لكم أطيب الأماني وتصبحون على وطن بخير. السلام.